الشي اللي دارته فيا خالتي طلعني للسبيطار وقريب صرالي شلل. أنا سماح من قسنطينة، من مواليد 76، من عائلة محافظة الحمد لله. عاودت الباك مرات عديدة حتى قريب نقطع الياس، لكن الحمد لله بديته وأنا في عمري 27 سنة. الحمد لله قريت حقوق في عامي الأول، وبالتحديد في الصيف كنا في عطلة وانا قاعدة مقيلة الله الله. ماما خرجت ودات معاها اختي الصغيرة وخاوتي الذكورة كما تعرفوا برا مع صحابهم يلعبوا في البيار، كما تعرفوا لي جون تاع هذاك الوقت. وانا هكاك مقيلة حتى نلقى الباب يطبطب. حليت الباب نلقى ولد خالتي جا لعندنا. هذا ولد خالتي مقاجي، وملي قاجا ما شفناهش سنوات. يعني كيف فتحت الباب ولقيته هو تفاجأت الصراحة، تبدل خلاص. هو جاي من النوع الهادئ وتشوفوا غير ابتسامة على وجهه. أي دخل رحبت به، قلت له الدار كامل راه ما كانش. قال لي هيا كي عادو ما كانش أنا نروح. قلت له والله ما تتحرك، انت عمرك ما جيت، وكي جيت راح تروح هكاك تخرج بلا ما تاكل حتى حاجة. وزيد ماما درك تجي غير كون مهني. وانا هكاك نهدر معاه حتى نلقى ما دخلت. الحق فرحت هي تاني كي شافته. انا رحت للكوزينة، درت شخشوخة تاع السيار وجاري فريك وخبزت الكسرة الله الله. او تزيدوا تقولوا انا اني كل صباع بصنعة. الكوزينة كانت مقابلة الصالو، انا نخدم وكي نهز راسي نلقاه يشوف معايا حتى حشمت. وبقيت نخمم الراجل هذا على حتى جا، وهو وترك جاي يشوفني ويجس النبض. تزوجت ولا لا، اتخطبت ولا لا، كاين شي واحد في حياتي ولا لا. قمنا بواجب الضيافة على أكمل وجه والحمد لله. وقال لنا أنا نروح طيارة تاعي العشية هذه، جيت غير نطلع عليكم برك. قلت له أنايا كي قاعدة نوصل فيه للباب قلت له ما تنساناش. مرة على مرة ضرب طلع، ضحك ضحكة عريضة وقال لي كي قلتي هكا أني ساعة على ساعة نطلع عليكم. ومن هذيك الكلمة اللي قلتها له ولا كل شهرين ونص 3 غير نلقاوه يطلع علينا، وهو غير به يشوفني. واحد النهار ما جاش للدار كيما موالف. كنت أنا نقرأ في الجامعة، البيس هبطني من وانا نلقاه في وجهي من. بقيت مشوكية. وكما تعرفوا بكري ما عندنا لا تليفون لا والو. حكى معايا وعطاني النمرو تاع ستاندر تاعو وين يخدم، وقال لي عيطيلي في هاد الاوقات حاب نحكي معاك. قلت له على حتى؟ قال لي عجبتيني وعلى بالي انتي تاني انا عجبتك. هدرها هكا وبكل ثقة واثق من روحه. قال لي به ما تخمي في حتى حاجة، راني حابة غير الحلال معاك. قبلت. بقينا على هذيك الحالة حوالي 6 شهور تقريبا، قريب توصل العام، حتى النهار اللي جاء بيرميسيون وقررنا نديرو الخطبة وتمت والحمد لله. ومن بعد بدينا نوجدو للعرس، حتى نكتشف انه راهو زايد في نفس العام اللي زدت فيه انا. يعني ما بيناتنا غير حوالي 3 شهور برك، هو كبير عليا فيهم. بقيت انا تقلقت هكا كيفاه هو كتر عليا غير ب3 شهور، انا غير في نفس العام 76. تقلقت من هذا الشيء. هذا الامر تاع العمر ما اثرش عليه هو. كي سقسيته قال لي ما يهمنيش كبيرة ولا صغيرة. في هذاك الوقت انا عاد في عمري حوالي 29 سنة. بقينا مع التحضيرات والتوجيهات تاع العرس.
حتى جا شهر أكتوبر، يعني قفلت فيه 30 سنة. تزوجنا وكنا أسعد خلق الله والحمد لله. لكن هو كان يخدم كما تعرفوا عسكري، يتحتم عليه يروح 3 شهور ويجي غير يقعد معايا 20 يوم. وانايا كنت نقرا في الجامعة. مع الأول ما خلانيش نكمل قرايتي، لكن خالتي قنعته بشوية بشوية وقالت له خليها تكمل. مسكينة ما جات تدي هذاك الباك بالسيف وزيد نتا راح تغلق عليه هذا الواحد وتقول لها ما تروحيش تقراي. الحمد لله كملت، ولكن بعد ما كملت قال لي الخدمة لا ما تخدميش. أنا قبلت الحق وقلت خلي نقعد على روحي في الدار. لكن طول هاد السنوات كان مشكلنا الوحيد هو الخلفة. بقيت حوالي 5 سنوات وانا نستنى والو. نروحوا للطبيب، الطبيب يقول لنا في زوج راكم ما بكم والو. انا كنت دايما نقول له بلاك خاطر راك بعيد عليا 3 شهور باه نشوفك فيها غير 20 يوم ومن بعد زيد تروح. لكن هو يقول لي اللي مكتبه لنا ربي يلحق، علاه تقلقي في روحك. صبرت وقلت مادام هو راهو ماش مقلق روحه، علاه انايا نمرض في روحي وندير الافكار السلبيه ونمرض في روحي. لكن المشكل ما كانش وترك فيه، كان في امه خالتي، هي اللي ما خلاتوش في حاله، او بالاحرى ما خلتناش في زوج في حالنا. كان كل ما يجي تقول له ولادك وكتاش نشوفوهم، بقات تضغط عليه وتضغط عليه وتضغط عليه. وتعرفوا نتوما الهضره تاع الناس كيفاه. حتى عاد هو تاني يتقلق وبدات بيناتنا المشاكل، ولينا كل مرة على أتفه الأمور نديرو مشكل كبير. حتى واحد النهار نلقى خالتي جابت له تصاور تاع بنات صغار عليا وتقول له الناس يديو الصغيرة وانت خيرت نتيجتك. دخلت لشومبرتي بكيت حتى نقريب عميت وسكت ما قلت والو. كي جا هو قلت له اذا حبيت تعاود الزواج راني قابلة، غير طلقني ودي الصغيرة اللي تفرحك وتفرح خالتي. قال لي وش بيك انتي هبلتي؟ مو حال نتزوج، هذا الشي غير نسايه. لكن هكاك والمشاكل بقات غير تكبر وعجوزتي غير تخلق في الأسباب، غير به نزعف ونروح لدارنا. حتى واحد النهار حققت مرادها، بقات تقلق فيا. ما لقيتش كيفاش ندير، تغششت وهزيت حوايجي ورحت لدارنا. انا قلت بالاك يشوف لي بلاصه اخرى ما نسكنش معاها ونكري ولا. انا هذاك هو التفكير اللي كان في بالي. قلت راجلي يحبني. جا هو ما عرفتش حتى وش اللي قالت له خالتي. ما عيط لي، ما حار عليا، ما قال لي والو. ما قال لي لا وين راكي، لا علاه رحتي، لا كيفاه، لا والو. والشي اللي حكاه مع خالتي هذيك هي اللي حكاه وخلاص. المهم ما عيط لي ما والو حتى نلقى الورقه تاع الطلاق، ورقه تاع الشرع وصلتني للدار. معاه الزيت قريتها ما فقتش بروحي حتى لقيت روحي في السبيطار ركبين لي السيروم وماما فوق راسي تبكي. كي فقت قلت لها ما رانيش في حلم، مالا هذيك الورقه صح تاع الطلاق؟ قالت لي هيه، انتي ما تقلقي روحك ما والو خليك منه. قعدت نهار في السبيطار والغدوه خرجت. حبيت نهدر معاه ما حبش يقابلني. حاولت بكل الطرق ما حبش، كان يتهرب مني بكل الوسائل يتهرب مني. حتى النهار وصلت الجلسة وتقابلنا في المحكمة. قال لي هكا خير ليا وليك، انا ما نقدرش نغضب امه وراني قاعد غير ما رايح وانا نكبر في العمر وحاب نشوف ولادي. انا سكت، ما قدرت نقول له حتى كلمة. عنده الحق، الراجل طلب حقه. ما قلت له والو، غير اني تمنيت له انه ربي يهنيه. سنيت الاوراق وتم الطلاق. كي صدر الحكم انا ما قدرتش نتحمل الحق، مرضت وقعدت عامين كامل ما قدرتش نمشي. دار لي كي شغل شلل
ودارت لي صدفية في وجهي، ما عرفتش، عاد وجهي مطبب بالابيض، وحالتي ولات اللي يشوفني يقول في عمري 60 سنة. عادوا الناس يعيطوا لي الحاجة. والله كنت كل ما نهبط من البيس ولا نجي نركب في طاكسي ولا غير اللي يقول لي الحاجة. حتى خالتي ما يقولوها ليش، يقولوا لي الحاجة الحاجة. لكن رغم هذا ما استسلمتش ونحيته من راسي. هو تزوج على كل حال وجاب 2 ولاد، للزوج من السبيطارات ما يخرجوش، ربي يشفيهم له ان شاء الله. وانا كملت الكابا تاع المحاماة، وبعدها شاركت في المسابقة تاع الأساتذة والحمد لله نجحت. وحاليا راني أستاذة في الابتدائية، دايرين بيا الأطفال يحبوني ونحبهم. أنا حبيت نحكي حكايتي هذه غير باه نبين للنساء إنه إذا تغلق باب أعرف إنه 100 باب راح يراه مفتوح قدامك، غير انتي ما تبقايش تشوفي مع هذاك الباب المغلوق. الباب تغلق انسايه، دوري وجهك، ما تجيش تشوفي مع هذاك الباب المغلوق وتحاولي تفهمي علاه مغلوق. اخطيك منه وروحي اكتشفي البيبان الاخرين، وش كاين مخبي من خير موراهم. ما تعمروش قلوبكم بالحقد والغضب والكره. انا فوضت امري الى الله، والله خير لي ما هو افضل.